اسمع كده الكلمتين دول. ماذا ننتظر؟ هل هناك انتهاك لحقوق الإنسان أكثر مما نراه؟ أن ما يحدث هو عار على الإنسانية، هو عار على المجتمع الدولي، هو عار على الغرب، وعليه أن يتدخل لوقف هذه المجاعة واستخدام الطعام كأداة والسلاح للعقاب الجماعي. وبص كده الفيديو ده. عماد، أنا زعلان جدا جدا جدا. ليه بس يا فندم؟ يعني بسبب اللي حصل عندك كان في استياء شديد من كل الأجهزة، إن في تقاعس، وقلت 100 مرة اللي يجي يلمس البتاع ده يتحاسب. اللي في الفيديوهات دي هو وزير الخارجيه المصري الذكر الدكتور بدر عبد العاطي، اللي الدنيا مقلوب عليه بقالها كام يوم بسبب طريقته الشديده في التعامل. في اول فيديو شفنا الدكتور بدر عبد العاطي واخد في ايده رئيس الوزراء الفلسطيني وساحب معاهم وفد من غزه، وراحوا وقفوا قدام معبر رفح وسنتر نفسه حرفيا قدام البوابه، وجاب كل وسائل الاعلام المحليه والعالميه واما هزق الدول الغربيه وسمعهم كلمتين. اصل دي كانت اكتر دول قرفه مصر بحقوق الانسان. والفيديو التاني ده كان قبلها بالظبط بيومين لما دكتور بدر جاب اخره من شويه العيال اللي بيروحوا عند السفاره المصريه ويقفلوها، في حين ان السفاره الاسرائيليه جنبهم شارعين وسايبينها. الدكتور في التسريب كان بيتكلم مع السفير اللي قاعد في هولندا وبيقول له اي حد يقرب من السفاره خدوا معاه اجراء على طول، مالكوش دعوه انا في ظهركم. يا جماعه دكتور بدر حرفيا راجل صعيدي مش بيتفاهم، بيدوس على وش اي حد بيجي على البلد، وده هو اللي مجنن اليهود والمنظمات اللي بتعادينا.